في فيديو النهارده اكتشفت لكم الوصفه السريه لعمل ايس كريم ماكدونالدز في البيت، وبالتحديد ايس كريم ساندي. بصراحه الوصفه كانت سهله جدا، واكتر حاجه محمساني بقى ان عايز اعرف هل هي فعلا طعمها هيبقى زي ماكدونالدز ولا لا. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج كوبايتين حليب، وهنضيف عليهم كيس من الكريم كراميل، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هنضيف معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وممكن نستبدلها بعسل نحل. ودلوقتي هنقول بسم الله ونرفع المكونات على نار متوسطه لحد ما تبدا في الغليان. وبعد ما يبدا في الغليان بالشكل ده، دلوقتي هنوطي النار ونسيبه لمده 4 دقائق. وبعد مرور حوالي 4 دقائق دلوقتي هنرفعه من على النار. وبعد ما نرفعه من على النار دلوقتي هنفضيه في طبق ونسيبه لحد ما يبرد. وبعد ما يبرد الخليط دلوقتي هندخله الفريزر لمده حوالي ساعتين، ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور ساعتين في الفريزر ويتماسك معانا بالشكل ده. هنضيف عليه كوبايه كريم شانتيه. ودلوقتي بقى هنقول بسم الله ونضربه بالمضرب الكهربائي لحد ما يتقل معانا. واثناء الضرب هنبدا نلم الجناب بالشكل ده عشان نتاكد ان الخليط اتضرب كويس. وبعد مرور حوالي 10 دقائق ضرب ويتقل معانا بالشكل ده، هو ده كده القوام المطلوب. دلوقتي بقى هنغطيه وندخله الفريزر لمده حوالي ساعتين، ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد مرور حوالي ساعتين في الفريزر. واخر خطوه دلوقتي هنبدا ننعمه بالمضرب الكهربائي. وبعد ما ننعمه قوام كريمي بالشكل ده، كده الايس كريم اصبح جاهز على الاكل. ودلوقتي هنجيب اي كوبايه او علبه ايس كريم، ونقول بسم الله ونبدا نضيف. وبصوا كده بسم الله ما شاء الله القوام طالع حلو ازاي. واخر خطوه هنضيف الصوص اللي احنا عايزينه، وانا هضيف صوص شوكولاته. وكده ايس كريم ماكدونالدز اصبح جاهز على الاكل. وهضيف كمان صوص فراوله. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم ان بجد مش مصدق ان انا قدرت اعمل ايس كريم ماكدونالدز في البيت. ده بالعكس كمان اللي احنا عاملينه احسن بكتير. لكن الصراحه كل الاختلاف ان الصوصات اللي بيستخدمها ماكدونالدز خامتها الصراحه عاليه جدا. فلو انت طبعا جبت الصوص من السوبر ماركت مش هتلاقيه بنفس الجوده اللي ماكدونالدز بيقدمها لك. بس كوصفه ايس كريم احنا عاملينها احسن منه بكتير. يعني من الاخر جربوا الوصفه دي، واكيد ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.